في لحظة من اللحظات وانت قاعد لوحدك بتحس ان الدنيا كبيرة وان دماغك اكبر منك. افكار بتجري، ذكريات بتشدك لورا، مخاوف بتشدك لقدام، وكأنك واقف في نص طريق بس الطريق نفسه مش ثابت. في وسط الضوضاء دي في صوت هادي جدا بيقولك من بعيد: لو سمحت ركز هنا دلوقتي. الرحلة اللي هتاخدها معايا النهاردة مش رحلة معلومات، دي رحلة جوه نفسك، رحلة في الكتاب اللي غير حياة الملايين، قوة الآن. بداية القصة كان في شخص عادي جدا عنده طموحات، ضغوط، مشاكل، نجاحات صغيرة، كل اللي عندنا كلنا. لكن كان عنده مشكلة أكبر من أي حاجة: عقله مش سايبه في حاله. في الطريق، في الشغل، قبل النوم، دايما في فكرة بتجري، ألم قديم بيوسوس، خوف جديد بيتشكل، وتساؤلات: هعمل ايه بكرة؟ ليه حصل كده امبارح؟ كل يوم يعدي يحس انه بعيد عن نفسه شوية زيادة. وفي ليلة من الليالي حس انه مش قادر. وقف، قفل عينه وخد نفس عميق، والأول مرة سمع صوت الصمت. الصمت ده كان بداية كل حاجة. الفكرة الأولى: العقل مش أنت. الكتاب بيقول إن أول خطوة للحرية النفسية هي إنك تفصل بينك وبين عقلك. العقل هو مجرد آلة بتفكر، بتحلل، تتوقع، تخاف، وتعيد تكرار الماضي. لكن أنت أعمق من كده بكتير. العقل بيقولك لو حصل كذا، لو ما حصلش كذا. لكن اللحظة اللي انت فيها دلوقتي ولا فيها لو ولا فيها كان. جرب دلوقتي اسمع الأفكار اللي بتمر في دماغك بس كأنها مش أفكارك انت، مجرد أصوات. هتحس بحاجة غريبة، إنك لأول مرة واقف بره دماغك مش جوه. وده السبب اللي الكاتب بيسميه اليقظة. الماضي سجن مفتوح. الماضي جميل لو كان ذكرى، لكن مؤلم لو كان سجن. كم مرة رجعت تعيش موقف حصل من سنين؟ كم مرة قلت كان لازم، ما كانش لازم، مع انك دلوقتي مش في الماضي، انت قاعد في مكان تاني وزمن تاني، لكن عقلك لسه مربوط هناك. الكتاب بيقول الألم مش في الماضي، الألم في تمسكك بيه. ولو فكرت فيها، الماضي مش موجود غير في مكان واحد: جوه دماغك. كل مرة تسيبه انت بتحرر جزء منك، وكل مرة تتمسك بيه بتقفل على نفسك باب ملوش لازمة. المستقبل وهم جميل. الإنسان عنده قدرة غريبة إنه يعيش في بكرة أكتر من دلوقتي. نفكر في النجاح، الفشل، اللي هنعمله، اللي خايفين يحصل، وننسى اللحظة اللي ممكن تغير حياتنا. هي اللحظة اللي احنا واقفين فيها. الكتاب بيقول إن الخوف الحقيقي مش خوف من المستقبل، الخوف الحقيقي هو خوف من خيال المستقبل، لأن المستقبل لسه مجاش، ولما بيجي هيبقى الآن. سر الهدوء، الدخول في اللحظة. طب ازاي نعيش اللحظة؟ ازاي نوقف تدفق الأفكار اللي مش بتقف؟ في طرق بسيطة بس تأثيرها عميق. راقب تنفسك. مش لازم تعمل يوجا، مش لازم تبقى محترف تأمل، بس خد نفس ببطء وهتلاقي الدنيا هديت شوية. حس بجسمك. الكاتب بيسميه جسم الوعي. ركز في ايدك، في رجلك، في نبض بسيط في صدرك. التركيز ده بيسحبك من الماضي والمستقبل ويرجعك لدلوقتي. اسمع الأصوات اللي حواليك من غير ما تحكم ولا تفكر، بس اسمع. الصوت ده ليه وجود دلوقتي؟ يبقى انت هنا. اسأل نفسك: أنا فعلا هنا؟ مجرد السؤال بيرجعك. الألم بداية الصحوة. في مرحلة معينة الإنسان بيكتشف إن جزء كبير من معاناته كان من مقاومته، مقاومة موقف حصل أو تغيير حصل أو مشكلة جاية. لكن مجرد ما تقول لنفسك أنا هقبل اللحظة دي، مش استسلام، ده قبول، هتلاقي الألم بينقص ومرات كتير بيختفي. الكتاب بيشرح إن الاستسلام الواعي هو أعلى قوة للطاقة الإنسانية، لأنك لأول مرة مش بتحارب اللحظة، أنت ماشي معاها. المعجزة لما الزمن يختفي، لما تعيش اللحظة صح، تحس بحاجة صعب تتوصف. الزمن بيقف، مفيش قبل، مفيش بعد، في دلوقتي بس. في اللحظات دي فجأة هتحس إنك شايف بوضوح، عارف تعمل إيه، عارف تمشي إزاي، كأن حد نور لك الطريق. وده لأنك مش جوه دوشة العقل، انت جوه صمت الوعي. كتاب قوة الآن مش مجرد كتاب، ده دعوة انك تراجع علاقتك مع حياتك، دعوة انك تحس وتشوف وتعيش. لو قدرت تعيش دقيقة واحدة من يومك في هدوء، في وعي، في تركيز على اللحظة، انت كده بدأت رحلة جديدة. رحلة مش محتاجة منك أدوات ولا فلوس ولا وقت زيادة. كل اللي انت محتاجه انك تكون موجود دلوقتي في اللحظة دي. اسأل نفسك: أنا هنا؟ لو الإجابة أيوة فأنت لسه بادئ الرحلة، وأجمل جزء لسه قدامك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناة.